يا ترى إيه هي نقط قوة وضعف منتخب بنين؟ أول حد هنتكلم عنه هو المدافع رقم 6. الراجل ده سيء أوي يا جماعة. تعالوا نبص عليه في ماتش السنغال اللي المفروض هيبقى شبه ماتشهم قدامنا. بنين حتى وهي مضغوطة خيارها الأول هو لعب الكرة على الأرض وبناء الهجمة. شوف هنا ازاي نص الملعب نازل يساعد وفي نفس الوقت الباك الشمال بيشاور له عشان يلعب له، ولكن الراجل ليه رأي تاني وبيورط زميله قدام ضغط السنغال. شوف هنا السنتر باك التاني قال لأ مش هديها لك عشان تورطني، وهو اللي عمل الباص لنص الملعب، وأصبح صديقنا رقم 6 فاضي تماما. ومع ضغط مانع عليه الراجل ما بيعرفش يلاقي زمايله وبيطفش الكورة وبيبوظ بناء لعب بنين. دي حالة تانية بعيدة عن مرمى بنين. بص الوينج بتاع بنين مثبت الباك بتاع السنغال، فلازم دلوقتي الراجل رقم 6 يلعب للباك الشمال في المساحة، إلا إن صديقنا ليه رأي تاني وأخرها لحد ما اتقفلت على الباك الشمال وتردد بهجمة على منتخب بنين. طيب هل هو مدافع جيد مثلا فهم مستحملينه؟ الحقيقة إنه برضه لأ. شوف هنا وهو بيطلع يضغط ويسيب مساحة وراه وكان هيتسبب في هدف، ولكن ربنا سترها. شوف هنا والراجل مرعوب يغلط وبالتالي بيغلط وبيقلش الكرة في موقف غريب جدا. وتعال نشوف بقى إزاي تسبب في الهدف التاني للسنغال. الكرة هنا بيحاولوا يطلعوا على الأرض زي ما قلت لك، والكرة رجعت له في موقف بدون ضغط، وده أتاح له خيارين. وبص وزميله بيغششه بيقول له زيد بالكرة، والله لو ماني ما ضغطش الوينج بتاعنا مثبت الباك بتاع السنغال والباك الشمال بتاعنا فاضي يلعب له، ولو ماني ضغط هيبقى الباك اليمين فاضي. بس الراجل مصمم يورط بنين واستدعى ضغط السنغال وهو جوه ال 18 لسه، والموقف تحول ل3-على-3 قدام ال 18 بتاع بنين. ومش بس كده، ده راح مورط الباك اليمين اللي اصلا كورته على قده هو كمان وتسبب في الهدف. وبص بقى السنتر باك زميله بيقول له ما بقول لك زيد بالكوره وهو هيتجنن. واوعى تفتكر ان ده ماتش وهو مش في يومه وعدى، لا، جبت لك مثال كده واحد بس من ماتش الكونجو يوريك مدى سوء تقديره للكوره عشان ما طولش عليك.